وعشية انطلاق القمة ال35 لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تكثف الجزائر تحركاتها الدبلوماسية لحشد المزيد من المواقف لمنع منح الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي. مع اقتراب موعد انعقاد القمة ال35 للاتحاد الإفريقي، تكثف الجزائر من تحركاتها الدبلوماسية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتنسيق المواقف بشأن أولويات القارة. تحركات يقودها وزير الخارجية رمضان العمامرة بأجندة أولويات عنوانها قطع الطريق أمام عودة الاحتلال الإسرائيلي لشغل منصب عضو مراقب في الاتحاد. الجزائر بعد تأجيل التصويت على إسقاط كيان صهيوني في الخريف الماضي تستعد في القمة التي ستعقد يوم 5 و6 فبراير لإحالة القرار على قمة رؤساء الدول من أجل الفصل فيه. بالتالي فاللقاءات الثنائية التي يعقدها رمضان العمامرة ونزوله 4 أيام قبل القمة من أجل حشد الرأي العام الإفريقي لإسقاط عضوية الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي. تتقاسم العديد من الدول المؤثرة في القارة موقف وانشغال الجزائر، وتتبنى الرفض القاطع لأي مساع باتجاه عضوية الاحتلال حتى وإن كانت شكلية، ويمثل ذلك واحدا من تحديات قمة منتظرة غايتها تعزيز العمل الجماعي المشترك بين الأفارقة. الجزائر عندما تتحرك باتجاه غلق الأبواب أمام دخول إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي، هي لا تنطلق من موقفها الوطني فقط، وإنما تشعر بالمسؤولية الإقليمية على مستوى القارة الأفريقية، وكذلك حددت مخاطر هذا الدخول، مخاطر أمنية ومخاطر سياسية. جهود يؤمل أن تكلل بالنجاح وأن تضع حدا للشكوك التي تحوم حول قدرة الاحتلال الإسرائيلي على اختراق هياكل الاتحاد الإفريقي، فدخوله يشكل تهديدا صريحا لوحدة المنظمة وللانسجام الإفريقي الحاصل تجاه القضية الفلسطينية تحديدا. رهان كبير على الحشد الدبلوماسي الذي تقوده الجزائر من أجل وقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي التسلل لمؤسسات الاتحاد الإفريقي، وسط تفاؤل وآمال كبيرة بنجاح تلك الجهود. يسير لك حل تلفزيون فلسطين، الجزائر. نبقى في الموضوع ذاته ونذهب مباشرة إلى الجزائر لينضم إلينا من هناك الباحث في الشؤون الاستراتيجية السيد رشيد علوش. سيد علوش، مساء الخير، أهلا بك معنا في نشرة 9 عبر تلفزيون فلسطين. هذه الجهود التي تقودها الجزائر والحشد الدبلوماسي لمنع حصول دولة الاحتلال على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، أين وصلت حتى الآن وما هو المأمول منها؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. تحية طيبة للشعب الفلسطيني الأبي ولإخواننا الفلسطينيين. الجهود الجزائرية مثل ما كان متوقعا، حتى بعد يومين فقط من إعلان المفوضية الاتحاد الإفريقي في 22 جويلية الفارط عن منح الكيان الصهيوني لصفة عضو مراقب لدى مؤسسات الاتحاد الإفريقي بدون العودة إلى الإجراءات القانونية والمشاورات السياسية التي تحددها مواثيق الاتحاد الإفريقي التي نصت عليها في 2004، باعتبار أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منح صفة عضو مراقب لأي دولة وبدون تصويت. متفقي في تلك الفترة ربما التوى على إجراءات أو القوانين التي تنص عليها مواثيق الاتحاد الإفريقي وحتى ميثاق الاتحاد الإفريقي في منح العضوية، واعتبر هذا الأمر مساسا بهوية الدول الإفريقية ومساسا أيضا بهوية الاتحاد الإفريقي الذي طالما اعتبر مناصرا لقضية الشعب الفلسطيني ولمجمل قضايا تقرير المصير على مستوى الدول المستعمرة في العالم. ولكن من ناحية أخرى الجزائر كانت من الدول الأوائل التي عملت على رفض منح هذه الصفة وحشدت مجمل جهودها الدبلوماسية على مستوى بداية الدائرة الإفريقية لدى الدائرة العربية في مؤسسة الاتحاد الإفريقي بافتكاك موافقات ضمنية وأيضا موافقات مكتوبة على رفض منح صفة العضو للكيان الصهيوني لدى مؤسسة الاتحاد الإفريقي. هناك أيضا نقطة مرتبطة بصفة منح عضو مراقب باعتبارها قرارا إداريا انفراديا
كان للأسف الشديد بمساعدة من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي السابق فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، ولكن النقطة التي تعتبر سلبية أنه تم بمساعدة للأسف دولة عربية هي المملكة المغربية الشقيقة. طيب سيد رشيد، يعني في ظل كل ما تفضلت به، هل من الممكن فعلا أن تثمر هذه الجهود في منح إسرائيل هذا المنصب؟ وأيضا هل هناك أي تحالفات أو خطط للتعاون مع دول أخرى لتحشيد الجهود في هذا الإطار؟ طبعا يعني في اجتماع المجلس التنفيذي الفارط في 14 و15 أكتوبر حينما انعقد المجلس التنفيذي، وكان من المزمع أن يتم طرح الملف للتصويت عليه لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي. تم فعل نفس الشيء من طرف مفوض الاتحاد الإفريقي موسى فقي، وأيضا بمساعدة من طرف المملكة المغربية، بالإضافة أيضا لرئيس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي رئيس دولة الكونغو الديمقراطية، بالاعتراض وأيضا بحصول نوع من الانقسام، لأنه كانت هناك تأكيدات من طرف 24 دولة إفريقية على أهمية أو إيجابية التصويت لطرد الكيان الصهيوني من مؤسسات الاتحاد الإفريقي. الجزائر في تلك الفترة رفضا للانقسام وأيضا تحضيرا لجهود أخرى وحشدا لدعم أكبر من طرف دول مناصرة، وبعد قبول أيضا كل من الدول الوازنة المركزية على مستوى القارة الإفريقية، الجزائر، جنوب إفريقيا، مصر، ولكن أيضا نيجيريا التي تقود هذا المسار. الآن وصلنا إلى رقم 36 دولة إفريقية قابلت ووقعت ضمنا لعدم منح صفة عضو مراقب للكيان الصهيوني لدى مؤسسات الاتحاد الإفريقي. ننتظر القمة في 5 و6 من فبراير المقبلا لمعرفة وأيضا لإدخال نصوص أخرى لا يمكن وفقا بناء عليها منح صفة عضو مراقب للكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال مستقبلا، برفض مستقبلا أن يتم. طيب سيد علوش، أمام هذا العدد الذي ذكرته من التوافقات على عدم منح دولة الاحتلال صفة المراقب، هل هناك أي خشية من أن يكون هناك بعض المصالح وبعض التوازنات في المصالح الدولية بين بعض الدول الإفريقية ودولة الاحتلال لكي تغير موقفها أو أن تسهم في أن تصبح دولة الاحتلال عضوا مراقبا؟ في دقيقة إن تكرم، تفضل. هنا الإشكالية والكيان الصهيوني اعتمد على استراتيجيات للحصول على الدعم وأيضا للحصول لإقامة علاقات مع 46 دولة إفريقية. من الناحية السياسية وأيضا من الناحية الأمنية معروف أنه الكيان الصهيوني يورد العديد من الأسلحة للدول الإفريقية لحماية الأنظمة وليس لحماية الشعوب، وأيضا يحاول إقامة مشروعات فيما يتعلق بالتكنولوجيا الزراعية، فيما يرتبط أيضا ربما بالتوافق الذي حصل الآن داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي. الجزائر ترتكز على نقطتين مركزيتين، باعتبار أنه الكيان الصهيوني هو دولة أبارتايد ودولة فصل عنصري لا يمكن أن يتم منحها صفة عضو مراقب، وأيضا لا يمكن منح صفة عضو مراقب لدولة مستعمرة، وباعتبار أن الكيان الصهيوني يستعمر أراضي ويحتل أراضي في الدولة الفلسطينية، فإنه هذين الجزئيتين اللتين سيتم الارتكاز عليهما من طرف الجزائر لرفض مستقبلا أي محاولات من طرف الكيان الصهيوني لتقديم ملفات للانضمام. نعم، شكرا جزيلا. ربما العديد. نعم، شكرا لك الباحث في الشؤون الاستراتيجية السيد رشيد علوش، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. في موضوع